السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير على خير. ما ناقصكم حتى شي خير. مبروك عواشركم. كيف ما كتشوفوا اليوم غنوجد معكم السفوف او السلو بالطريقه ديالي. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع معلك شارب العسل، كيجي خطير. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير والسفوف جي خطير. جربوه وطاقيوني فيه. طبعا تعجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وانضموا للقناه ان شاء الله. يا ربي تعجبكم الفيديو. طبعا هنا مباشره غندوز للمقادير. انتم كيف ما كتشوفوا الصفوف جا معلك، جا كيحمق. نتمنى تجربوه وتطاقيوني فيه. صافي هنا مباشره ندوزو للمقادير. كيف ما كتشوفوا طبعا بالنسبه للزنجله غسلته ونشفته ودوزت نقيه. صافي هنايا عملت اللوز ديالي في الماء يغلي. من بعد ما غلا هنايا كندوز نقشر اللوز ديالي كيف ما كتشوفوا، وتا كينشف مزيان كنعملو في واحد المنديل تا كينشف مزيان وندوز نقليه. بالنسبه للزيت، الزيت طبعا بارد تا كنحصلوا على هذا اللون مذهب، ما يكونش محمر بزاف باش ما كيعطيناش ديك المروره. بالنسبه للبيان ديالي كيف ما كتشوفوا انا خديت هاد البيان هذا. ممكن تاخذوا ديك البيان اللي كيجي مقشر. بالنسبه لهذا كيجي مزيون في المذاق، كيجي لذيذ. صافي ضروري ما كنقيوه. دوزت هنايا نقيته مزيان. صافي هنايا ضروري ما نحيدلو ديك القشور ديالو ونفطو مزيان. صافي. وبالنسبه للطحين انا هنايا هرمشت وما طحنتوش مزيان. هنايا راه مازال سخون وانا كنخدمو. حيدلو ديك القشور ديالو كيف ما كتشوفوا. صافي وندوز نفط بيان او الكاوكاو ديالي. بالنسبه للكاوكاو ممكن تعملوا اللي مقشر كيف ما قلت لكم تماما، كيبقى الاختيار ديالكم. انا هنايا نفطو. صافي وهنا دوزت عملت الدقيق او الطحين ديالي في الفران يرجع اللون ديالو مذهب. ممكن تعملوه في الفران د الزنقه، انا عملته غير في الدار. عملته في الفران وحمرته ترجع اللون ديالو مذهب. صافي من بعد ما حمرت الدقيق ديالي وخليته كيبرد دوزت حمرت الزنجلان. صافي هنا كنحمروا الزنجلان. من بعد ما ساليت من الزنجلان غندوز نلوز نطحنو. بالنسبه للوز كيف ما كتشوفوا في الفيديو تماما بالتدقيق، كنعطي لكم داكشي مدقوق بالتدقيق. هنايا بالنسبه للوز ما طحنتوش مزيان، خليته هنايا هاشيته شويش وخليته. بالنسبه للثاني غنطحنو مزيان حتى كيرجع عجينه معلك. صافي باش كيبقى ديك الطعم ديال باش كيبقى ديك الطعم ديال اللوز باين. صافي وبالنسبه للطحنه الثانيه كيف ما كتشوفوا تساليت الكميه اللي عندي هنايا طحنته مزيان. كنقسمو في النص كنطحنو حتى كيرجع عجينه فحال هكايا، والنص كنخليه عيم هاشي. صافي حتى كنسالي الكميه ديالي اللي عندي كامله. صراحه طلع واحد السفوف خطير، نتمنى تجربوه. صافي وبالنسبه للوز ديالي هو هذا، وبيان هذا الدقيق ديالي اللوز، هذه المسكه اللي عملتها مع شويه ديال السكر. صافي هنا ندوز نخلط الصفوف ديالي. بالنسبه للدقيق ضفت عليه بيان نتوما كتشوفوا عيها شيتو ما طحنتوش مزيان. صافي هنا كنضيف اللوز ونضيف الزنجلان. بالنسبه للزنجلان رجع عجينه، نتوما كيف ما كتشوفوا رجع عجينه لان خليت بيان عيم هاشي والنص في اللوز. هانتوما ترجع عجينه. صافي وبالنسبه هنايا غنضيف النافع طبعا طحنته هو حبه حلاوه مزيان ومن بعد غربلته. بالنسبه للكميه على حسب اللي بغيتو نتوما. عملت من 4 حتى 5 معالق. انا عملت 4 معالق عامرين من حبه حلاوه ومن نافع. وبالنسبه للقرفه كذلك كنعمل على حسب الكميه اللي عندكم نتوما. انا هنا بالنسبه للقوام عندي 10 ديال الكيلو ديال القوام. دخلت 4 الكيلو ونص ديال الدقيق اللي عندي محمص.
دائما السفوف او سلو دائما خصنا يجينا الخوا مغلب على الدقيق باش كنحسوا بلي ان السفوف جا بالقوام ديالو وكيجي مزيون ومعلق. صافي هنا غنضيف مباشره ندوز القرفه، نزيد القرفه ديالي 4 معالق ديال قرفه، 3 على حسب اللي بغيتو نتوما. صافي هنا غنضيف المسكه الحره مع الدقيقه مع السكر كلاصي. صافي هنا بالنسبه للحلاوه كيبقى الاختيار ديالكم. انا هنايا عملت كيلو ديال سكر كلاصي، واخا عندي القوام بزاف عملت غير كيلو لان باقا غنزيد العسل باش ما يجيناش حلو بزاف. كل ما جا ناقص الحلاوه كيجي مزيون كتر، وكيبقى كل واحد كاين اللي كيبغي الحلاوه داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. صراحه سلو او الصفوف طلع خاطر. صافي وهذه الكوزه عملتها مع شويه دقيق وطحنتها مزيان. عملتها في الحكاكه حكيتها مي جات غليطه في هذا، وعملتها في الماكينه طحنتها مع الدقيق. صافي وضفت هنايا في الصفوف ديالي في الكميه اللي عندي. صافي هنا كنخلط مزيان. من بعد ما خلطت مزيان باش نضيف الزبده. بالنسبه للزبده كيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه للزبده عملتها في الكاسرون رجعت صافي هنايا من بعد ما خلطت هنا ضفت الزبده. بالنسبه للزبده كيبقى الاختيار ديالكم. انا هنايا عملت الزبده هولنديسه. صافي هنايا كنزيد داك الزيت ديال اللوز اللي قليت فيها اللوز وزديت عليها الزيت باش غنخلط الصفوف ديالي. الزيت ضروري نطيبوها ما تبقاش خضره. صافي وكنبقى نفركو فحال هكايا حتى كيتعلق. صافي وهنايا غنضيف له العسل. بالنسبه للعسل انا عندي العسل اللي مزيانه، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا كنت خليت شويش واحد زلافه ونص ديال الزنجلان غير محمص، يعني ما دهقتوش ما طحنتوش، ضروري كيبقى هكاياك. ضيفتو خليت زلافه ديال الزنجلان وزلافه ديال اللوز. صافي هنا كنبقى نعجنو. بالنسبه للعجينه نتوما كتحكموا فيها، كاين اللي كيعجبو معلق، انا كيعجبني معلق خدمته معلق. كاين اللي كيعجبو شي معلق كيبقى داكشي كيبقى مرمل. كل واحد على حسب كيفاش تيبغيه. صافي كنبقى نخدمو مزيان، كنخليه عاود يرتاح باش كيتسدلك ويتخدم مزيان. صافي وكنخليه يرتاح. عاود كنولي اللي كيشرب لي عاود كنزيدو هنا زديتو القليل من العسل. بالنسبه للعسل كيبقى الاختيار ديالكم. كاين اللي كيخدم الصفوف وما كيدخلش فيه العسل، كل واحد وكيفاش كيخدم الصفوف. بالنسبه للصفوف بزاف ديال الطرق فيه. انا هذه هي الخدمه ديالي صراحه كتجي غزاله، واذا جربتوها يعجبكم بزاف يعجبكم الصفوف. كيجي غزال كيجي معلق حتى في المذاق ديالو كيجي مزيون كيجي معلق. وهنايا مازال غادي يشرب. صافي وكنبقى نخدمو فحال هكايا نعجنو مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي هنا كنزيد ديك الزلافه ديال اللوز اللي خليتها هكاك غنضيفها. صافي ونخلط الصفوف ديالي وهانتوما عاد تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيجي غزال كيجي كيحمر الوجه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايك وبارطاج وبسلام عليكم.